ما كنتش مرتب له. خميس بالليل لقيت واحد صاحبي قال لي يلا عشان هننزل المعرض فتعالى معانا، قلت له يلا ننزل معرض الكتاب النهارده ان شاء الله. ما اعرفش امسك نفسي حتى لو معيش فلوس. الروايه بتاعتي السنه دي مع عصير كتب الروايه الاولى جمال لا يوصف الصراحه يعني. السلام عليكم يا صباح الخير. النهارده 27/1 يوم الجمعه. ننزل معرض الكتاب النهارده ان شاء الله، فالله المستعان يعني هيكون يوم لذيذ ان شاء الله. يلا بينا. رايح النهارده اقابل ناس كتير، هقابل رحيمه، كمان معايا نور محمد نور، ومعايا حسن عماد، ورايح اقابل عاشور، يعني ناس كتير هقابلها هناك، وهشتري كتب برضه من هناك، فالله المستعان. احنا في البدرشين يعني، صحيني من الساعه 5 بس الله المستعان. طبعا قبل ما نبدا يومنا لازم الفطار. يا جماعة احنا تهنا وهنرجع تاني. ديت اخرة اللي ما يسألش قبل ما يروح اي مكان. قبل ما تروح اي مكان تسأل انت هتروح فين وهتيجي منين هتركب ايه الكلام ده. احنا تهنا يا حسن، تهنا الله المستعان. هنرجع تاني للمكان اللي احنا كنا فيه. احنا كنا في العاشر، هنرجع للعاشر تاني وبعدين نركب للتجمع. الله المستعان. اخيرا وصلنا المعرض. يا عاشور هناك اهو اللي مشرفنا زي ما قلت لك. عاشور مشرفنا. ايه المعرض منور ان شاء الله. جبت منين، من منين ولا منين؟ ركبنا من العاشر، نزلنا سوق الجمعه، وبعدين ركبنا من العاشر رجعنا تاني، سوحنا شويه تسويحات كده احنا عشان كنا رايحين السوق. من عند المنيب هتلاقي عربيات عاشر. قول له بتعدي على معرض القاهره ولا لا؟ بس ما احنا كنا رايحين مشوار قبل هنا. ايوه طب تفهم مشوار، فعشان كده سوحنا شويتين. ده المعرض جامد من جوه يا اسطى. لا جامد بس ما رحتش قاعه 3 4. الله المستعان. لسه ما اعتبرتش انها بص واحد على كده. وعلى واحد قلب اهو بتاعي بلازا اهي. دي اللي فيها المؤتمرات. عندنا بلازا واحد وعندنا بلازا اثنين، ما بين قاعه واحد وقاعه اثنين اهي. دي اللي فيها المؤتمرات والندوات وكل حاجه في الدور الثاني. نفس الفكره برضه تروح هناك الجنب الثاني 3 و4 هتلاقي ما بينهم بوابه زي دي بلازا 2 فيها برضه المؤتمرات والندوات. طيب في اي بقى حاجه عايزين تسالوا عليها؟ في حاجه اسمها الانفورميشن ديسك في كل مكان، دول تبعنا احنا. احمد رحيمه يا جماعه، احمد رحيمه. الروايه بتاعتي السنه دي مع عصير كتب الروايه الاولى اسمها السابع والصندوق. هستغل الراجل ده واعمل دعايه مجانيه لنفسي ان شاء الله ما تقلقش. بس مش مشكله هديه فلوس يعني عشان هو جابني على القناه. سبونسر، هناخد سبونسر كمان حبيبي. انت عرفتك اكبر سبونسر يا رحيمه حبيبي. يس رحيمه من الناس المتواضعه جدا، والناس اللي كلمتها من اول مره يعني جمال لا يوصف الصراحه يعني اول ما كلمته حتى يعتبر اتواصلت معاه وعملت معاه كان متقبل قوي، وعملت بودكاست معاه مع انه كان متواضع كده، ووصته انا
شويه حاجات بس يا عم عادي، ان شاء الله هنعوضها تجربة تاني. هتظبط يعني. هنعوضها تاني، وفي حلقه خلي بالك هنعملها ان شاء الله. تمام، الله المستعان. ربنا يوفقك يا صديقي. ما عرفتش امسك نفسي الصراحه، فمريت الشنطه وشنط في ايدي، والواحد مش عارف يمشي الصراحه، فالله المستعان. شكلها ادمان، شراء الكتب هو ادمان، الواحد ليه ادمان كده بيدمن عليه، فانا ادماني الكتب، ما اعرفش امسك نفسي حتى لو معيش فلوس. الله المستعان. رايح الوقت لصديقي رحيمه، كنت سبته كده فرايح له تاني بقى. طبعا المنظر اللي احنا شايفينه ده منظر مش لطيف خالص، وده يدل على مدى احنا وصلنا له، ان المكان اللي فيه الكتب واللي هو منارة العلم يكون فيه الموجودة قدامنا دي، انه يوصل لمرحلة ان يكون فيه فرقة موسيقية وعزف وفي رقص وفي مناظر ما ينفعش ان هي تتشاف. فده يدل على اننا امة مفيش علم، مفيش اي حاجة، والعلم اتربط فحبيت اظهر الجانب ده واسيب الموسيقى زي ما هي عشان ادل على اننا بقينا في موقف صعب. خلاص خلصنا دلوقتي مروح بقى، الواحد مرهق. الله المستعان، هنروح بقى نشوف هنعمل ايه. بس كده، ده كان الفلوج بتاع معرض الكتاب. ان شاء الله يكون في فيديو للترشيحات او للمشتريات مش الترشيحات. دلوقتي همنتج بقى الفيديو او الفيديو اللي المفروض هينزل الاسبوع الجاي، وان شاء الله اصور النهارده الحلقه بتاعه المشتريات، واصور برضو حلقه بتاعه كان في فيديو كده او مقطع كده لي انا ورحيمه، كان بيتكلم عن الاثاره بتاعه او الجدل المعمول على روايات نجيب محفوظ. بس كده، هفطر بقى واشوف اعمل تو دو ليست، لان انا روحت امبارح فصلت، كنت فاصل من امبارح ظهري وكتفي كانوا طريقه صعبه، يعني كنت شايل حمل كبير. وبعد كده همنتج ونصور ان شاء الله. نشوفكم في الفلوج القادم. سلام. فتجربة المعرض الكتاب يعني كانت أول مرة ليا، هي أول مرة ليا أنزل معرض، بس كانت سريعة جدا. يعني اليوم اللي أنا نزلت فيه حتى يوم الجمعة ما كنتش مرتب له. الجمعة يوم الخميس بالليل لقيت واحد صاحبي قال لي يلا عشان هننزل المعرض فتعالى معانا، قلت له يلا. فروحت، ومن حظي إن أنا شفت ناس تقال على الميديا أو على اليوتيوب أو على مستوى السوشيال ميديا، يعني ناس كويسة الصراحة. يعني قابلت إبراهيم عادل صاحب قناة زي أمريكان انجليش، وقابلت باشمهندس أسامة الزيرو، والاتنين ما شاء الله يعني تواضع فوق لا يوصف. يعني قابلت أصحابي، وقابلت أحمد رحيمة، وقابلت عاشور، وقابلت محمد نور، وكان معايا محمد نور ومعايا حسن عماد. وإن شاء الله في قريب هيكون في حد تقيل جامد، وأنا بعشقه الصراحة. هينزل في يوم مش هقوله، بس هشوفه إن شاء الله. الصراحة التجربة كانت كويسة. كنت مروح جبت كتب كتير الحمد لله. كنت مروح كده ظهري وكتفي فصليا. تجربة عامة، يعني تجربة كويسة. إن شاء الله هنزل السنة دي مرة كمان أو مرتين. وإن شاء الله يكون في كتب كويسة يعني إن شاء الله. واعتقد ان الكتب اللي انا جبتها كويسه يعني، وهتفيدني كتير ان شاء الله. يعني ان شاء الله برضه هبقى اقول على الاماكن اللي فيها اسعار حنينه واسعار كويسه، بحيث انك انت تروح هناك ما تلفش وتسحب من بين الكتب ب 200 جنيه و 300 جنيه والاسعار الخرافيه ديت، ديسكاونت 60%، والكتاب اصلا ب 260 مثلا في الاخر. ف هنقول كتابين، هنقول على مكانين. في مكان اسمه الهيئه العامه للكتاب، قاعه 1B1، ده في مكان خرافي يعني بسعر 5 جنيه. 5 جنيه ده بسيط. في 10 جنيه، وفي 20 جنيه و30 جنيه والحاجات دي. وفي مكان اسمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، قاعة 1B3. المكانين دولت أفضل مكانين بيبيعوا كتب بأسعار خرافية. هي طبعات قديمة بس مش طبعا، هي طبعة قديمة بس لا، الكتاب نفسه جديد. بس كده هنقفل الفلوج هنا، ونشوفكم في فلوج جديد.